السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مطبخ الأطلسية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم طريقة تحضير الصفوف اولا الزميطه، واخا يكونوا وليداتكم ما كيحملوهاش ما تيبغيوش ياكلوها، اولا حتى الكبار كاين وحدين ما كيبغيوهاش. بهذه الطريقه كونوا اكيدين انها غتحماقوا عليها لا الكبار وحتى الصغار، والاهم من ذلك انها صحيه 100%. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا طريقه التحضير. على بركه الله. اول حاجه كناخذوا الدقيق الشعير، ما كاين لا فورس لا الدقيق الكامل، هذا دقيق الشعير اللي معروف عليه انه صحي وغني بالكالسيوم. كناخذوا يا اما كتديوه للفران يا اما كتحمروه في الكوكوط. على هذه الطريقه كديروا على نار مهيله وكتحركوه بهذه الطريقه بشكل مستمر حتى ياخذ داك اللون الذهبي، بما ان هذا الدقيق ديال الشعير كيكون اللون ديالو غامق. ها هو كما كتلاحظوا خصو يجي بحال هذا اللون هذا غامق. من بعد ما كنحمرو كيجي بحال هذا الشكل، اولا كما قلت لكم ممكن تديوه الفران. دابا غادي ندوزو المكونات اللي استعملت. هنا استعملت سكر كلاصي، انا هنا غير السكر اللي طحنت ماشي السكر الكلاصي اللي شريت، حيت يكونوا فيه مواد محافظه. هنا عندي 4 ديال ايلان، يا اما كتاخذوا ايلان كتحمروهم وكطحنوهم، يا اما كطحنوهم من العطار وكتجيو كتحمروهم بحال كما حمرتوا الدقيق ديال الزميطه. عندي الزنجلان نص كيلو اللي خديت شويه طحنته وخليت شويه، انا كيعجبني يبقى باين. عندي نص كيلو ديال كاوكاو حتى هو اللي كنكون حمرته في الفران، راه حتى حاجه ما درتها في الزيت وتنطحنو. النافع حبه حلاوه والمسكه واللوز حتى هو خديت كيلو الا ربع تقريبا، حتى هو حمرته وطحنت شويه هرمشته، والاخر طحنته بحال هذا الشكل هذا. هنا الكوزه كما كتلاحظوا راه ما درتهاش، اللي بغى يديرها ممكن يديرها، حيت انا كيطلع لي لا طونسيون ما بغيتش نديرها. شويه ديال الكركار ما بينتو لكم حتى هو طحنته ربعه، طحنتها وربعه خليتها، درت نص كيلو. دابا غادي نحاول نجمع هاد المكونات كاملين. كما قلت لكم الا بغيتو تجي الزميطه ديالكم اولا الصفوف ما كيبان فيها حتى حاجه، غادي تطحنوا كلشي، غتحمروا كلشي في الفران. الكاوكاو غتنقيه، اللوز غادي خليته بالقشور كما تلاحظوا باش يجي داكشي صحي. استمع السكر ممكن تضيفوا السكر اللي عنده العسل من الاحسن، انا غير ما كانش متوفر عندي ولكن بالعسل كيجي خطير. دابا قلبته من بعد ما داتو لي الكسار ديتو في هذا الاناء البانيو الكبير. ضفت تنظيف الدقيق تدريجيا، من بعد ضفت نص معلقه ديال الملحه وكنحركوا العناصر جيدا حتى ينسجموا مع بعضهم. هنا راه ما بنت لكمش في الصوره، تديروا 2 معالق ديال السمن البلدي ديال الزبده البلديه اولا السمن، فشويه ديال الزعتر. والزعتر بالنسبه اللي بغاو ينسموا بالاعشاب باش كتجيكم الزميطه ديالكم صحيه اولا الصفوف. من بعد تنضيف نص لتر ديال الزيت البلديه تدريجيا. كاين اللي بغا يسخنوا كاين اللي بغا يديروا هكا، انا كنديروا هكاك ما كنسخنوش، اللي معروف على ان الزيت البلديه ما كتبغيش تسخن كتولي مسمومه. انا كنديرها هكا تدريجيا وكنبقى نحرك بحال هذا الشكل هذا. ضروري تمسجوا العناصر جيدا مع التحريك باش ما يجيكمش لوز فواحد الجهه الجنجلان فواحد الجهه ولا الكركاف في جهه اخرى. ضروري تخدموا بالاصابع ديالكم. كما قلت لكم هذه الزميطه كتجي صحيه 100%، او الاخص انني درت فيها ايلان. اللي بغى يديروها حيت الايلان انهم معروفين غنيين بالكالسيوم. بعد تنحركهم بحال هذا الشكل، كتجي تنخليها انا مرمله بحال هذا الشكل. كاين اللي بغات تجي ميدمه غادي يزيد الكميه ديال الزيت. من بعد تنغطوها تنخليوها ليله كامله. من بعد ما كتمر ديك الليله كامله كنضيف واحد 4 كيلو ولا 10 دراهم ديال الكركاع اللي بغيتو، ممكن تستغناو عليه. انا غير هذا الكركاع اللي فعلا عنده قشره كحله لقيتو شويه ناقص في الثمن وخديته وضفت واحد 4 طحنتها وواحد شويه خليتها بحال هكا. خليته كيعجبني انا في الصفوف اولا في الزميطه يبقى داك الشيء باين. اللي ما بغاش يبقى ليه داك الشيء باين ممكن طحنوه تحمروا كل شيء وطحنوه. من بعد تتبقى تولي جاهزه بحال هذا الشكل هذا. تنزينوها بشويه ديال الكركاع واللوز وكتبقى كما قلت لكم كتعجبني تبقى مرمله. الا بغيتوها تبقى ميدمه غتضيفوا الكميه ديال الزيت.
صراحه كتجي رائعه. اللي ذاقها غادي يقول لكم السر ديالها صراحه كيجي خطير خطير في المذاق. والاهم من ذلك كما قلت لكم انها صحيه وغنيه بالنسبه للدراري الصغار، يفطروا بها هكا في الصباح ولا في الكوتي، كتجي خطيره. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، ودعموني بالاشتراك وتبارطاجيو مع الاصدقاء. شكرا على المتابعه.